عملنا مقارنه منتجات امازون ضد ايكيا عشان نقول لكم فرق السعر والجوده ومين يكسب في الاثنين. فهنقارن بين قطعات البطاطس، مبشره الجبنه، قشاره الخضار، وقطعه الفرايز، ومقارنات تانية هتشوفوها دلوقتي. بدأنا نقارن بين قطعتين بطاطس شيبسي، الأولى من أمازون 175 جنيه وقطعة أيكيا سعرها 430 جنيه، الفرق هنا كبير قوي. بدأنا الأول بأمازون كلها بلاستيك، فيها أوبشن كمان بيخليك تتحكم في سمك البطاطس على 6 درجات. أما قطعة أيكيا برضو كلها بلاستيك بس أمتن شوية، الاتنين نفس طريقة الشغل، الفرق الوحيد بس بينهم إن سمك البطاطس في أيكيا ليه درجتين مش 6. المهم جربنا أمازون، حطينا البطاطس، بدأنا نشتغل بالإيد اللي فوق، وزي ما انتم شايفين كده نتيجة سريعة حلوة جدا، بس فيها عيب وحيد، السمك مش واحد، ولو انت ضاغط على الإيد اللي فوق دي بقوة شوية البطاطس هتطلع اتخن. بس الميزه بصراحه انك تقدر تعمل 6 احجام مختلفه، من اول الشيبسي رفيع خالص لحد صينيه البطاطس. اما قطعه ايكيا فبصراحه بتطلع البطاطس بنفس السمك رفيعه جدا زي الشيبسي. القطعتين حلوين، بس في المقارنه دي قطعه امازون ارخص بكتير، بتعمل شغلها كويس وبالحجم اللي انت عايزه، فالمقارنه دي امازون يكسبها. دخلنا بعد كده على مبشره الجبنه، مبشره امازون 292 جنيه، اما مبشره ايكيا فسعرها 340. الاثنين نفس الشكل بالظبط، الفرق الوحيد بس ان بتاعت ايكيا اكبر شويه، فكنا مستنيين نحكم مين المبشره بتاعته هتطلع اقوى من التاني. بدانا نجرب امازون، حطينا الجبنه، بعدين بدانا نلف الايد، وفي ثواني طلعت لنا مبشوره بالشكل ده بسرعه ومن غير اي تهدير. الناحيه الثانيه مبشره ايكيا برضو نفس الكلام بالظبط، نفس الجوده نفس السرعه كل حاجه. فلو هنقارن الاثنين هنلاقي الفرق بسيط، موضوع الحجم ده مش مؤثر هنا خالص، ما حسيناش ان فيه اختلاف يعني. يمكن جوده البلاستيك بس في ايكيا احسن حاجه بسيطه، بس بما ان الاثنين بيعملوا نفس النتيجه فالارخص بتاعت امازون طبعا تكسب. دخلنا بعد كده على قطاعات الفرايز، قطاعه امازون 211 جنيه، اما قطاعه ايكيا فواحده من 3 قطاعات سعرهم كلهم على بعض 239 جنيه. المفروض من الشكل كده ان القطاعه بتاعت امازون دي كبيره قوي، المفروض انك بتحط البطاطس تضغط عليها تطلع لك صوابع من الناحيه الثانيه، بس الكلام النظري مش زي الواقع، الموضوع طلع صعب قوي، حتى لما جربنا مع اكتر من واحده فشل ذريع. اما بقى قطاعه ايكيا فصغيره جدا بس في نفس الوقت متينه قوي، بتحتاج ضغطه جامده شويتين، بس ده طبيعي لان البطاطس غير التفاح، البطاطس طبعا انشف بكتير، بس برضه ما ينفعش الموضوع يعدي سالك للاخر. الصوابع اللي عملتها القطاعه دي تخينه قوي، مفيش حد بيحمر بطاطس بالشكل ده، هي ممكن تمشي مع خيار مثلا تخين شويه تقطعه شرايح، بس في المجمل النتيجه مش مرضيه، عشان كده مفيش حد هيكسب هنا. قارنا بعد كده بين قشرات الخضار، ودي مقارنه محيره جدا، قشره امازون ب 16 جنيه وقشره ايكيا ب 90، فرق كبير قوي. بتاعت امازون حجمها اكبر، فيها حتت كده عشان تريح ايدك وانت ماسكها، قشره ايكيا اصغر بس البلاستيك بتاعها جودته احسن بكتير، شكل السكينه حاميه اكتر. الاولى دي استخدامها ما كانش سهل قوي، بتقطع كل شويه، بس برضه ما نقدرش نقول انها فشلت، يعني عملت دورها، قشرت البطاطس وطلعت القشره نظيفه. ندخل بقى على قشره ايكيا، وهنا الفرق باين، بتنجز بسرعه، حاميه جدا، بتمشي معاك زي السكينه في الحلاوه، وخدت تقريبا نص وقت القشره الاولانيه. المقارنه دي بصراحه محيره قوي، لان بتاعت امازون مش احسن حاجه بس برضه شغاله، في نفس الوقت ارخص بكتير، بس لو بنقارن جوده المنتج يعني مين بيشتغل احسن من التاني، فبصراحه قشره ايكيا تنفع مع البطاطس، الجزر والخيار، وفعلا بتنجز جدا، عشان كده المقارنه دي يكسبها ايكيا. دخلنا بعد كده على قطاعات الجبنه، قطاعه امازون ب 83 جنيه وقطاعه ايكيا اغلى شويتين ب 119، رغم ان في فرق في الحجم، بتاعت امازون شكلها اكبر والسن بتاعها برده كان باين انه حامي قوي. عموما الاثنين نفس الفكره، ايد بلاستيك تسحبها على الجبنه فتعمل لك شريحه رفيعه. جربنا بتاعت امازون، النتيجه كويسه قوي، الشريحه ممكن تتحكم في سمكها تخليها ارفع اتخن زي ما انت عايز. اما قطاعه ايكيا فشغاله وكل حاجه، بس بسبب حجمها الصغير الشريحه اتقطعت في النص، ده غير انك لو هتستخدمها مع جبنه جامده شويه زي الرومي مثلا او الاولد امستردام مش هتسعفك خالص. قطاعه امازون عمليه اكتر، مناسبه لكل انواع الجبن، عشان كده المقارنه دي يكسبها امازون. المقارنه اللي بعد كده بين مفرمتين توم، فرامه امازون ب 40 جنيه، اما فرامه ايكيا ب 250. بتاعت امازون ايدها بلاستيك، السكينه بس هي الستانلس ستيل، اما مفرمه ايكيا فدي واحده من اشهر منتجات، كلها ستانلس ستيل وخامتها قويه جدا جدا. حطينا 3 فصوص توم في الفرامه بتاعت امازون، ضغطنا عليها، بعدين حسينا انها محتاجه مجهود، فبدانا نحركها يمين وشمال وفوق وتحت، ودي كانت النتيجه. بعد وقت ومجهود مش كل التوم اتفرم، ده غير كمان اللي كان محشور في الفرامه. هنا بقى قشره ايكيا، عشان طبعا كنا مجربينها قبل كده، الموضوع سهل قوي، تحط الفصين تضغط خلاص خلصت، تنزله كده بالسكينه هتلاقيه ناعم ومفيش اي بواقي في المنتج. الحقيقه ان فرق السعر هنا كبير قوي، بس للاسف فرامه امازون ما ينفعش تكسب لانها اصلا ما بتعملش وظيفتها، عشان كده المقارنه دي يكسبها ايكيا. دخلنا بعد كده على المبشره اللي معاها علبه، مبشره امازون دي 330 جنيه، اما بتاعه ايكيا فسعرها 380. لما تقارن الشكل تلاقي ان بتاعه امازون اصغر، البشر بينزل في الجزء ده، فتحاتها ضيقه، وده معناه انها مناسبه اكتر للجبنه والثوم والجزر. اما مبشره ايكيا فاول ميزه خالص بيجي معاها مبشرتين تانيين واسعه وضيقه، وبرده نفس الفكره دي بتاعه العلبه، البشر بينزل فيها. الفرق الوحيد بس بين الاثنين ان العلبه بتاعه ايكيا دي معاها غطا، فممكن تقفل على الحاجه اللي بشرتها وتشيلها في الثلاجه كانها بتشتغل مبشره وعلبه في نفس الوقت. بدانا نجرب مبشره امازون، سريعه
سريعه وحاميه، بس مشكلتها انها كانت بتفك كل شويه، بس في المجمل مش وحشه، يعني اريح طبعا بكتير من انك تبشر على طبق. نيجي بقى لمبشره ايكيا، وهنا مساحه السكينه اكبر، وده طبعا بيسهل عليك الموضوع، ده غير انها ثابته على العلبه اكتر من بتاعه امازون، وكده كده الاثنين بيطلعوا نفس نتيجه البشر في نفس الوقت بالظبط. فلو هنقيم الاثنين، بصراحه مبشره امازون كويسه قوي، بس مبشره ايكيا احسن. اولا معاها مبشرتين مش واحده بس، زائد ان موضوع العلبه ده وانك تخزن الحاجه فيها عملي قوي، عشان كده المقارنه دي يكسبها ايكيا. ندخل بعد كده على نوعين مسن سكاكين، الاول من امازون ب 260 جنيه والتاني من ايكيا وسعره 269 جنيه، ودي اول مره المنتجين يبقوا بنفس السعر. بالنسبه لمسن امازون حجمه صغير، الخامه بتاعته بلاستيك متين جدا، اما مسن ايكيا فبرضه بلاستيك بس اقل متانه بشكل واضح، والاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه بالظبط. جربنا الاولاني قوي جدا، حتى تاثيره على السكينه باين على الحجر، ولاحظنا فرق كبير لما جينا نستخدمها بعد كده. الناحيه الثانيه مسن ايكيا طلع معانا نفس النتيجه بالظبط، فبما ان الاثنين شغالين كويس نفس السعر تقريبا، فعامل الخامه هنا هو اللي هيحسم الموضوع، وبما ان المسن بتاع امازون خامته اقوى بكتير، فالمقارنه دي هيكسبها امازون. دخلنا بعد كده على حامل الموبايل، الحامل في امازون ب 40 جنيه والحامل بتاع ايكيا سعره 90 جنيه. الاولاني بلاستيك قاعدته مطاطيه عشان يثبت كويس، وطبعا ممكن تتحكم في درجه ميله حسب انت قاعد ازاي، ممكن برضو تحط الموبايل بالطول بالعرض زي ما انت عايز، ينفع في مطبخ في اوضه في مكتب برضو ممكن. اما حامل ايكيا المشهور فمعمول من الخشب، بس اول ما جينا نحط الموبايل بالكفر ما كانش راضي يدخل، فاضطرينا نفكه ونحطه تاني، وده كان شكله ثابت كويس، ينفع برضو الموبايل بالطول او بالعرض. فلو هنقارن بين المنتجين تلاقي ان الحامل بتاع امازون ممكن تستخدمه مع موبايل باي حجم باي كفر متركب عليه، ده غير برضو ان في اوبشنز كتير قوي بالنسبه لاتجاه وارتفاع الموبايل، وسعره اقل من نص سعر ايكيا، عشان كده المقارنه دي يكسبها امازون. دخلنا بعد كده على قطاعات التفاح، قطعه امازون ب 40 جنيه كلها معدن، اما قطعه ايكيا فهي جزء من مجموعه معاها قطعتين تانيين وكلهم ب 339 جنيه، وايدها بلاستيك بس القطعات نفسها معدن. بالنسبه لقطعه امازون محتاجه شويه قوه كده، تضغط عليها جامد عشان تقطع، بس بصراحه قطعه التفاح كويس بشكل متساوي وباقل تهدير. اما قطعه ايكيا بصراحه الايد بتاعتها مريحه اكتر وبتسهل العمليه، ده غير برضو انها حاميه اكتر بكتير من بتاعه امازون، ومجرد ما تنزل على التفاح بيتعمل اسرع بكتير. فبما ان قطعه ايكيا اسهل، معاها كمان اجزاء تانيه للخضار والفاكهه، المقارنه دي يكسبها ايكيا. المقارنه اللي بعد كده بين قطاعات البيض، قطعه امازون ب 99 جنيه معاها 3 اشكال مختلفه، اما ايكيا فالقطعه ب 90 وهي شكل واحد بس. الاولى بتاعت امازون كلها بلاستيك، الثانيه برضو بلاستيك من تحت، بس القطعات اللي فوق دي هي اللي معدن. قطعه امازون زي ما انتم شايفين كده حلوه سريعه جدا، بتطلع برضو الشرايح قد بعض، ونفس الكلام قطعه ايكيا كويسه وبتقطع البيض في ثانيه. فبما ان المنتجين بيعملوا نفس الوظيفه بنفس السهوله، برضو الاسعار قريبه من بعض مفيش فروقات كبيره، ففي المقارنه دي الاثنين يكسبوا. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا لو عايزين نعمل جزء تاني من نفس المقارنه.